انت عايز حال الكوره في مصر يتعدل؟ كلنا عايزين حال الكوره في مصر يتعدل، كلنا عايزين نشوف الكوره المصريه في حته تانية. بس بالله عليك لا تسمعني، بالله عليك اسمع الفيديو دوت. انت بتسمع فيديوهات كتير وبتقعد تقلب، اسمع الفيديو ده يمكن يعجبك، او ممكن حد يسمعه يا عم ياخد بالفكره وتكون سبب. والله العظيم زي ما بكلمك، بالله عليك انا حلفتك بالله تسمع. بص يا سيدي، احنا عندنا احسن 3 عناصر في مصر وياما طلعوا اجيال عينيهم حلوه بيعرفوا يجيبوا المواهب. الكابتن بدر رجب والكابتن ربيع ياسين واحمد وهيثم عرابي، ال3 دول احسن 3 كشافين في مصر. اتحاد الكوره هيجيب ال3 دول، هيقول لهم انا محتاجك تختار لي لعيبه من سن 10 سنين لحد سن 12 سنه، ركز معايا. بس اللعيبه دي ما تجيبهاليش من انديه، لان انا مش هشتري حد من نادي. انا عايزك تجيب لي العيال دي من الشارع، عايزك تدور في الشوارع، عايزك تدور في مراكز الشباب، عايزك تدور في الانديه الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه، الناس اللي عايزه تلعب كوره بجد، الناس اللي عايزه تبقى في حته او تستحق اللي هي تبقى في مكانه كويسه. مش واحد مختارينه عشان خاطر والدته حلوه شويه، او واحد مختارينه عشان خاطر ابوه ظابط ولا ابوه مستشار ولا اتعلم الكوره بالفلوس في اكاديميات. لا، انا عايز اجيب المواهب واجيب من كل مركز 2 لعيبه، 2 بلاي ميكر، 2 سترايكر صريح، 2 باك رايت، 2 باك ليفت، اجيب 4 حراس مرمى، 4 ديفندر، واركز قوي على المراكز اللي هي مش موجوده عندنا في مصر. تمام؟ هاخد اللعيبه دي واختار بقى معاهم مدير فني زي احمد الشيخ بتاع وادي دجله، اختار بتاع مدرب حراس مرمى كويس صاعد، واختار محلل اداء، واختار مساعد مدرب، واختار مدرب احمال، واوديهم الاكاديميه بتاعت برشلونه بالعيال دي كلها، واتحاد الكره يصرف عليهم كمشروع. والعيال دي هيتعمل معاها عقود مع اهاليها ان ساعه لما اللاعب ده يتباع او ابنك يتباع انت هتاخد 30% واحنا هناخد 70 عشان انا اللي صارف. ده مشروع لاتحاد الكوره. وفي نفس الوقت العيال اللي كان نفسها تلعب هتلعب وهتحترف في انديه اوروبيه. هنفضل ماشيين مع الاولاد دي لحد سن 15 16 17 سنه. هتبتدي تيجي اول بطوله لينا بطوله كاس العالم للناشئين. العيال دي هنبتدي نلعب بالمنتخب ده اللي اتاسس ده. طبعا هيبقى في كشافين هيشوفوا اللعيبه ديت، اللعيبه دي هتتباع، يبتدي اتحاد الكوره هتتباع في احسن انديه في العالم. هتتباع، اتحاد الكوره ياخد ال 70% والاولاد واهالي العيال ديت هياخدوا 30%. بعد كده المنتخب ده اصعده ولا ابتدي زي ما هو ما يتفككش، اعمل له تجمعات وابتدي اخليه يلعب اهلي وزمالك ومنتخبات ومطوشه وديه كتير. تمام؟ لحد ما يطلع سنه لدوره الالعاب الاولمبيه ويبقى ده الفريق الاولمبي بتاعي، وابتدي اعمل 4 سنين تاني او 5 سنين تاني مع فرق تانيه صغيره بعناصر تانيه كشافين تانيين، علشان اشوف ابتدي اطلع العناصر بقى واظبط المنظومه بتاعت كره القدم في مصر. والعيال اللي طلعت المنتخب الاولمبي دوت يبقى هو المنتخب الاول، ولما صعدهم منتخب اول اجيب معاهم عناصر كبيره بس ما تزيدش عن 24 سنه. مش عايز خلاص. انا عندي ناس متاسسه كوره، مدير فني ومدرب حراس ومدرب احمال ومعلمهم بره، مش متعلمين هنا في مصر. صدقني حال الكوره في مصر ساعتها اقسم بالله هيبقى في حته تانيه خالص. لو عجبتك الفكره قول لي ايه رايك بجد. سلام.